والشريعة جاءت باللين في موضعه وجاءت بالشدة في موضعها. فمن قال أن الشريعة جاءت باللين مطلقا فقد أخطأ، ومن قال أن الشريعة جاءت بالشدة مطلقا فقد أخطأ. إنما الشريعة جاءت باللين في موضع اللين وفي الشدة في موضع الشدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلين في موضع اللين، فجاء أعرابي فبال في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتركوه، فجاء باللين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جلس فقام الرجل خطيبا فقال ومن يعصيهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس خطيب القوم أنت. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر يمسك ورقة من التوراة أو من الإنجيل شك مني فقال أو متهوكون يا ابن الخطاب، اشتد عليه. وعلى كلا الحالين بلين أو بشدة المقصود هو تحقيق الهداية للمدعو، سواء وقعت منك شدة أو وقع منك لين، المقصود واحد، هداية الخلق إلى الطريق القويم. هذا هو المقصود من باب الدعوة إلى الله عز وجل. فليس المراد أن تنتصر أنت عليه، وليس المراد أن يكون القول قولك، وليس المراد أن تكون المنزل العليا لك، هذا يجعل تحت الأقدام. المقصود هو إحقاق الحق